في ويلز حصلت قضية غريبة، مش بس القاتل كان فيها مجهول، الضحية كمان كانت جثة مجهولة لغاية ما اكتشفوا الحقيقة بطريقة غريبة. القضية حصلت في كارديف ويلز في المملكة المتحدة سنة 1989 في منطقة اسمها ريفرسايد. كان في عمارة قديمة بيتم ترميمها وتجديدها، والعمال كانوا بيحفروا في جنينة الشقة الأرضي. اتفاجئوا بسجادة ملفوفة، وجوه السجادة كان فيه هيكل عظمي بشري، وكان واضح انهم قدام جثة قتيل مدفون في الجنينة. الهيكل كان مربوط ايديه، والراس كان عليها كيس بلاستيك، والسجادة كانت ملفوفة ومربوطة. وصل البوليس واللي كان واضح لهم ان هم قدام جريمة صعبة. كل اللي عندهم هيكل عظمي لجثة مدفونة في جنينة بيت مهجور من سنين. وبدأ تقرير الطب الشرعي يقول معلومات عن القتيل، وقالوا ان هي بنت صغيرة مراهقة تقريبا عمرها ما بين 15 ل 17 سنة. لما استعانوا بأطباء الأسنان حددوا من خلال سنانها ان هي تقريبا عندها 16 سنة. الطب الجنائي فحص الهدوم اللي كانت لابساها الجثة، وتواصلوا مع الماركات والمصانع اللي عاملة الهدوم، واللي قالوا لهم ان معظم التصميمات نزلوها مرة واحدة من 5 سنين. وده كان متفق مع كلام الأخصائيين اللي بيفحصوا الكائنات اللي في التربة اللي موجودة حوالين القتيل، واللي حددوا برضو ان تقريبا الهيكل ده لجثة مدفونة من 5 سنين. تقرير الأسنان كان بيقول ان في دم لونه فاتح في الأسنان، ودي بتكون علامة في الطب الجنائي لاحتمالية كبيرة ان الضحية ماتت مخنوقة. البوليس دلوقتي قدر يعرف سن المجني عليها، وقت الجريمة، وتقريبا سبب الوفاة. بدأوا يدوروا في كل البلاغات اللي اتقدمت في الفترة دي وبعدها وقبلها عن فتيات مفقودة، لكن الغريب ان ما لقوش اي حاجة متطابقة مع الضحية اللي عندهم. طيب مين الضحية اللي محدش بلغ عنها ولا حس بغيابها؟ البوليس ما كانش عنده اي خيط يبدأ بيه البحث في القضية. ما كانش قدامهم غير انهم يبدأوا بالبيت نفسه اللي لقوا فيه الضحية، وخصوصا الشقة اللي في الدور الارضي لان هي اللي عندها مدخل للجنينة، خصوصا ان الجثة كانت مدفونة عند الباب الجانبي للشقة دي. الشقة كانت بتتأجر باستمرار. جابوا قائمة لكل المستأجرين اللي دخلوا الشقة في السنين الأخيرة، وبدأوا يحققوا معاهم. وهما بيحققوا مع واحدة من المستأجرين اللي أجروا الشقة، قالت لهم إن هي عارفة كويس شكل السجادة اللي كانت ملفوفة فيها الضحية، واللي البوليس أعلن عنها في كل وسائل الإعلام. وقالت لهم إن وقت ما أجرت الشقة طلب منها صاحب البيت إن هي تنقيها بنفسها لأن هي كانت محتاجة تجديد. السجادة كانت موكات بيلزق في الأرض، بس هي قالت لهم إن هي اللي اتفقت مع الراجل اللي ركبها، وإنه بعد ما خلص كان في جزء منها باقي وكان محطوط في المخزن اللي تحت السلم. وقالت لهم على الشخص اللي اتعاملت معاه في تركيب السجادة، لكن لما تواصلوا معاه لقوا ان النوع ده من السجاد كان شائع جدا في الوقت ده، وانه ركب منه في اماكن كتير جدا، وكان صعب يفتكر اذا كان ركب في المكان ده بالذات واتبقى جزء من السجاد ومقاسه قد ايه. لكن بالبحث قدروا يوصلوا لفاتورة الطلبية اللي اتعملت للسجاد للشقة في الوقت ده، وجابوا الشخص اللي ركبها وطلبوا منه انه يقول لهم بعد ما يتم تركيب السجاد ايه مقاس القطعة اللي اتبقت من الطلبية دي، واللي الست قالت انها كانت موجودة تحت السلم في الشقة، واتضح لهم انها نفس مقاس السجادة اللي ملفوف فيها الضحية. ودلوقتي اتأكد لهم ان بنسبة كبيرة جدا الضحية المجهولة اتقتلت في الشقة اللي في الدور الارضي واتدفنت في الجنينة. بدأوا يكملوا تدوير في سجل المستأجرين، ولقوا ان الشخص اللي أجر بعد الست اللي قالت لهم على السجاد على طول كان راجل اسمه ألين شالتون، وأجر لمدة 8 شهور سنة 1981، وبسرعة بقى واحد من المشتبه بيهم. ألين في الوقت ده كان في أواخر العشرينات، وكان بيشتغل حارس في نايت كلاب، وشخص سمعته سيئة. تقدم أكتر من بلاغ ضده في خناقات لأنه كان شخص عصبي جدا بيتخانق من أقل حاجة وعنيف، غير أنه كان عنده أكتر من بلاغ تحرش بالمراهقات. المهم بعد ما عملوا تحريات وتحقيقات ما لقوش أي دليل عليه ولا أي ربط بينه وبين الضحية اللي لسه مجهولة ومش عارفين هي مين.
الشرطة بدأت توجه البحث لمين هي الجثة المجهولة، ليه محدش بيدور عليها ولا في بلاغ عنها. قرروا ان هم يستعينوا بالعالم ريتشارد نيف اللي كان بيشتغل أستاذ في جامعة مانشستر، وكان مشهور وقتها انه بيقدر يعمل اعادة تركيب لشكل الوش من خلال عظام الجمجمة بتاعته، ويعمل تخيل لشكل وش الانسان. واخر انجازاته كان انه عمل تخيل لشكل وش موميا فرعونية من خلال عظم الجمجمة بتاعها. المهم اشتغل ريتشارد على عظام الضحية المجهولة، وفي خلال 5 أيام قدر يوصل لتصور لشكل وشها. البوليس نشره في كل وسائل الإعلام. جال البوليس مكالمات كتير من ناس مختلفة شاكة ان هي تعرف الضحية، لكن اهم مكالمتين كانوا من 2 من الاخصائيين الاجتماعيين. الاتنين ما يعرفوش بعض وبيشتغلوا في اماكن مختلفة في ويلز، والاتنين اجمعوا على ان اللي في الصورة هي بنت اسمها كارين برايس، وان هما الاتنين اتعاملوا معاها لكن بقالهم سنين ما شافوهاش. البوليس راح وجاب سجل الأسنان بتاع كارين وقارنها بأسنان الضحية وطلع في تطابق، وبعدها عشان يتأكدوا راحوا لمامتها وباباها الحقيقيين، لأن كارين ما كانتش عايشة معاهم من وهي صغيرة وهي عايشة في ملجأ. وبعد ما أخدوا عينة الدي ان ايه منهم اتأكدوا ان الضحية هي فعلا كارين. كارين في وقت اختفائها كانت اتنقلت من الملجأ وعاشت في دار لرعاية الأطفال في ويلز، وفي الدار وصفوها ان هي كانت عملية، دايما تلبس لبس عملي، ما بتهتمش قوي بخروجات البنات والميك اب، لكن كانت متمردة وبيحصل بينها وبين المشرفين خناقات كتير، وكانت دايما تهرب بعد الخناقات، لكن كانت بعد شوية صغيرين بترجع لوحدها. لغاية ما جه شهر يوليو سنة 1981 اتخانقت زي عادتها مع حد من المشرفين جوه الدار، وخرجت من الدار بسرعة وهربت. وبيقولوا بعض الناس ان شافوها بتركب عربية قدام الدار. من وقتها ولا رجعت زي عادتها ولا حد شافها لغاية ما ظهرت تاني جثة. الملاجئ ودار الرعاية بتكون تحت إشراف كبير من الجهات المختصة في الحكومة، وكمان دايما بيبقى فيه أخصائيين اجتماعيين بيتابعوا الحالات اللي جواها وبيقدموا تقارير عنها. ازاي مفيش بلاغ متقدم عن غيابها ولا في بحث عنها؟ كارين ما كانش حد بيدور عليها ولا حاسس بغيابها، وكان ممكن محدش يعرف اصلا ان هي اتقتلت لولا ان العمال حفروا في الجنينة، والعالم ريتشارد نيف قدر ان هو يوصل لصورتها. ما كانش حد عرف عنها حاجة. لما دوروا لقوا ان كان في تقرير واحد متقدم عن غيابها بس محدش تابعه، اعتبروا ان هي هربت زي ما بتهرب كل مرة، بس المرة دي ما رجعتش. رجعوا للمشتبه بيه الأول ألين، واللي كل صفاته بتقول إن هو ممكن يكون ارتكب الجريمة وإنها مدفونة في البيت اللي كان مأجره، لكن مش لاقيين أي صلة تربطهم ببعض ولا أي دليل إنه كان يعرفها. لغاية ما اتعرضت القضية تاني في الإعلام، وقتها جه للبوليس اتصال من شخص اسمه إدريس علي، بيقول إنه كان يعرف كارين وإنه وقتها كان عنده 16 سنة، وإنه كان واحد من الشلة اللي كانت بتخرج معاهم، وقال لهم إنه يعرف اللي حصل لكارين. اعترف إدريس علي إنه كان بيسهر في النايت كلاب اللي ألين بيشتغل حارس فيه، وإنه تعرف عليه هناك. وفي يوم جه ألين وقال له إنه هيبدأ شغل خاص بيه، أسوأ شغل ممكن يشتغله. قاله إنه هيبدأ يعمل حفلات في بيته ويعزم فيها ناس، وعايزه يجمع له بنات تكون موجودة في الحفلات دي، طبعا هيشتغلوا شغل غير أخلاقي. حكى إدريس علي إن هو في يوم الجريمة طلب من كارين وواحدة تانية صاحبتهم إن هما يروحوا معاه شقة ألين، وإن هما وافقوا وفعلا راحوا معاه. وقال إن هناك لقى إن ألين بيعاملهم زي أي بلطجي بيتعامل مع البنات من النوعية دي، وقال إن طلب منهم إنه يصورهم ويستخدم الصور دي في شغله، لكن هم رفضوا وبدأوا يتخانقوا معاه. وقال إن ألين وكارين اتخانقوا خناقة كبيرة، وبدأ إدريس علي يغير القصة أكتر من مرة. مرة قال إن سمعهم بيتخانقوا وما يعرفش إيه اللي حصل لكارين بالظبط، وإن ألين هدده إنه لو قال أي حاجة هيقتله. ومرة قال إنه سمعهم وهما بيتخانقوا، وإن ألين اعتدى عليها وخنقها، وإنه هدده إنه لو اتكلم هيقتله، وإنه طلب منه يساعده إنه يدفنها في الجنينة. وإن وقتها لما شاف كارين إن هي ماتت خاف وجري هو والبنت التانية، ومن وقتها قطع علاقته بألين، وإنه كان خايف يحكي أي حاجة لغاية ما القضية اتفتحت تاني، وإنه جاي للبوليس عشان يحميه، واستشهد بالبنت اللي كانت معاهم.
وفعلا طلبوها للشهادة وحكت كل اللي حصل زي ما قالوا إدريس عليه. وقالت إن هما شافوا ألين وهو بيتخانق مع كارين واعتدى عليها وخنقها، وبعدها جريوا وهربوا ومشوا، ومن وقتها ما اتصلوش بيه. البنت اللي كانت معاهم كان وقتها سنها صغير جدا، كان عندها 14 سنة. وبعد ما شهدت طلبت ان اسمها ما يذكرش في القضية وان هي ما تتعرفش مين هي، وعشان كده ما فيش اي حاجة عن شخصيتها او اسمها موجودة في القضية. اتقبض على ألين شالتون وإدريس علي، والاتنين اتقدموا للمحاكمة بتهمة قتل كارين. تعرضت كارين لاعتداء وجريمة بشعة بسبب الصحبة السيئة اللي كانت معاهم، وفقدت حياتها. واتحكم عليهم هما الاتنين بالسجن مدى الحياة. بس بعد كده إدريس علي قدم تظلم وقال إنه كان وقتها عنده 16 سنة، وكان خايف من ألين، وإن هو ما قتلش كارين ولا اعتدى عليها، وإن هو أجبره بس إنه يساعده ويشترك في التخلص من الجثة. ألين كمان قدم نقد إنه ما كانش مخطط للقتل، لكن النقد اترفض ولسه موجود في السجن لغاية دلوقتي.